كرات مقطوعه كتير. عبد الله السعيد يحاول هنا يجرب، وهنا عبد الله، وهنا جول. هنا عبد الله وهو عبد الله السعيد، وقلنا مؤشر كوره ال1-0 وكوره ال1-0. يا الله على التصويب، يا سلام على اصحاب القدرات الخاصه يا جماعه. والتصويبات هي الحل، هي الحلول الفرديه الشخصيه. التصويب من خارج منطقه ال18 يارده، سدد الراجل اي تصويبه واي شوطه واي كوره واي هدف جميل للنادي الاهلي. بص هنا، شوف عبد الله السعيد سدد الكوره، والكوره بتخادع المرمى وتصل لمرحله الشباك وتهز الشبكه بهدف هدف بينه وبينكم مستحق للنادي الاهلي في الشوط الثاني. قلنا الفرق اللي بتلعب من اجل التعادل بس وما بيهاجموش، ده طبعا مؤشر. الشوط الثاني واضح قوي ان لاعبي نادي الرجاء منكر مشرف الاعلامي في النادي الاهلي. الكوره هنا موسى يدان في الناحيه العكسيه وجول. موسى يدان وعرضيه، وهو عمرو جمال، وهدف يا سلام عليك يا عمرو، يا سلام عليك يا هداف يا كبير يا عمرو يا جمال. يعني الراجل صغير السن ولكنه كبير جدا. ده كوره ده الراجل طلع فوق الكل وحاططها رأسية مثالية تعلن عن الهدف الاطمئنان وهدف ال3 نقاط. ادي موسيدان وادي عمرو جمال، وطالع راكب الكل، راكب الناس كلها وحاططها بشكل جميل جدا. متابع مهاجم يا جماعة، مهاجم من العيار الثقيل، مفيش كلام. حاجة على طريقة الألمان وطريقة اللي بايرن ميونخ واللاعبين المهاجمين الالمان وبروسيا دورتموند لما يطلعوا يركبوا الكوره بالعاب الهواء. مشاكل اتحطت لاحمد فتحي، واللمه احمد فتحي، والجول الثالث يا ولد يا احمد يا فتحي. يا سلام على الجول العالمي يا احمد يا فتحي. ده جول ده ليفربول جول ولا ايه يا جماعه؟ ده كوره ده الراجل حطها ونقل نفسه 30 متر بسبرنت، واتحطت البينيه الذكيه الاهلاويه وتعلن عن الثلاثيه. هدف جميل، هدف اوروبي والله يا ولد يا فتحي يا لعيب. احمد فتحي ضرب الكل وحط جول عالمي يا احمد يا فتحي. بص شوف هنا الراجل عمل ده الراجل نقل نفسه بشكل قطري وجالي قطري جميل جدا وعملت انفراد وعملت جول جميل. يا سلام عليك يا فتحي يا كبير.